هو المفروض ان احنا نعمل عمليات هنا في مصر، عمليات تجميل في مصر، ولا نروح نعملها في لبنان عشان اشهر؟ اهلا وسهلا بيكم. حلقة جديدة على القناة بتاعتنا الغريبة شوية اللي هي مش بس طب. وكان في بقى يعني قبل ما ابتدي الحلقة كان في سؤال كده تنشني كده شوية. ف كان اللي هو دكتور حسام، يفضل ان انا اعمل عمليات هنا في مصر، عمليات جراحة التجميل، ولا اروح اعملها في لبنان وبيروت احسن؟ هو السؤال غريب. يعني كان ممكن السؤال ده انا سمعته سنة 2004 و2005 لحد 2007، كان السؤال ده مقبول ان احنا نسمعه. يعني اعتقد ان الموضوع بقى مختلف جدا، وحتى البروباجندا اللي كانت معمولة في الاول اعتقد انها مع مرور الوقت ومع التجارب بتاعت اغلب العيانين الموضوع بقى واضح وصريح، سواء كان الامكانيات الطبيه، سواء كان المتابعات، سواء كان جوده العمل. انا اعتقد ان كل الدكاتره كويسه سواء في مصر او في بيروت او في اي حته في العالم، لكن هي بتفرق في اختيار الطبيب المتمرس، الريفيو على الباك جراوند بتاع الدكتور، الحالات، وفي نفس الوقت الورد اوف ماوث اللي هي حاله جابت حاله او حاله شايفه حاله. فهي دي قصه. لكن موضوع المقارنه ما بين مصر واي دوله تانية هو موضوع مش سليم اطلاقا في الموضوع ده بصراحه. دكتور، لو عندك عصاية سحرية وتقدر تغير حاجة في مجال التجميل هتغير ايه؟ عصايه سحريه؟ حاجه في مجال التجميل اغير ايه؟ اغير شغلتي يعني تقريبا، اشتغل اي حاجه تانية. ان جراحه التجميل مش من الحاجات، هي جميله وفيها تحدي كبير وفيها نتائج بتحس بتدي ساتسفاكشن للدكتور وبتدي ساتسفاكشن للمريضه، لكن كميه الكومبليكيشن بتاعتها، كميه الهاسل بتاعتها، مش قصدي كومبليكيشن يعني مضاعفات، انا قصدي ان الطبيب بيتحمل ضغوط نفسيه عنيفه جدا لان هو محطوط في حته بعيده قوي عن المجال بتاعه اللي هي ايه؟ انا عايزه ابقى كده، ملهاش دعوه جلدها شكله ايه، عضلاتها شكلها ايه، دهونها نفسها شكلها ايه، السن بتاع الدهون بتاعتها اللي احنا بنعملها شكلها ايه، لا هي عايزه تبقى كده. فده بيحط الطبيب، وخصوصا الطبيب اللي هو عايز يثبت جدارة وكفاءة في موضوع صعب قوي عليه، فده بيسبب له ضغوط، بيسبب له ضغط، ده بيسبب له سكر، بيسبب له كل حاجة في الدنيا. فلو معايا عصا سحرية هبطل الشغلانة دي. دكتور، ايه اكتر سؤال بيجيلك من الناس لما يعرفوا ان حضرتك دكتور تجميل؟ لا هو مش سؤال واحد، هو طبعا اول ما في اي قعدة وعموما، مش عشان انا كحسام او غيري، هو اي دكتور تجميل موجود في اي قعدة بيبقى مادة لطيفة جدا للحوار، سواء كان اللي بيحبوا جراحات التجميل والتجميل عموما، سواء اللي ما بيحبوش جراحات التجميل والحياة دي كلها، والمهتمين جدا بإجراء عمليات أو إجراء جوه العيادات. فبالتالي أنت بتتحول إن أنت موجود في عيادة، يعني سواء أنت كنت قاعد في مطعم أو قاعد على البحر أو قاعد في أي، حتى لو رايح يعني إيفنت لطيف زي فرح ولا غيره، أنت بتتحول زي ما كنت أنت قاعد في العيادة. وايه رايك في ده؟ وممكن نعمل ده وممكن ما نعملش ده. فبالتالي انت بتفقد الانسانيه بتاعتك في الخروجه او في المكان اللي انت رايحه. يعني ايه اكتر نصيحة بتقولها للناس وبيتجاهلها دايما او المرضى بالذات؟ بص، في عملياتنا احنا يعني عندنا قول مشهور جدا اللي هو ما بعد العمليات بتاعتنا، اللي هو لازم حضرتك التحرك يبقى ببطء، لازم حضرتك تشربي ميه كفايه، لازم تقللي الملح وخصوصا في عمليات نحت الجسم والحاجات دي كلها، وفي نفس الوقت المشي على الاقل لمده 15 ل 20 دقيقه. بمناسبه اللي انت بتقوله ده، دلوقتي انا لسه دلوقتي الكلاينت بتاعتي كانت لسه موجوده، فبقول لها اخبار المشي ايه؟ قالت لي والله من ساعه ما عملت العمليه انا مبسوطه جدا، بقى لها شهر ونص والنتائج مرضيه جدا ومبسوطه جدا، بس انا عمري ما مشيت في الشهر ونص ده. فده اول حاجه، اي حاجه انت بتقولها. هو السيدات بتاعتنا في العالم العربي كله، وانس ان انت قلت تعليمات اعرف ازاي اخالف التعليمات. دكتور، هل في موضة او ترند تجميلي خد اكتر من حقه؟ كتير.
يعني في ترندز طلعت خلال ال10 سنين اللي فاتوا، سواء كانت اجهزه طبيه، سواء كانت استخدامات لاجهزه طبيه، سواء كانت انواع من انواع المحفزات للكولاجين والسكين بوسترز بتاعت الجلد. كلها حاجات جميله، كلها حاجات بتعمل وهتدي نتائج، لكن الاوفر استيميشن بتاع النتائج بتاعتها، او الاحساس ان انا هاخد قد كده من النتيجه، هو اللي بيؤدي ان الترند ده بيتكسر بسرعه. انت لما بتدي ترند لحاجه تقدر تتحمل انها تقعد فترات طويله، يعني زي ما بيقولوا الترند يفضل مكمل سنه واثنين وثلاثه. لكن لما يكون الترند طالع يدي كميه بروباجندا قويه جدا، لكن في الاخر مش هيدي نفس البرسنتج اللي كانت بتحلم بيه الكلاينتس نفسه، ده بيموت على طول. طيب من شويه حضرتك قلت لو معاك عصا سحريه مش هتكون دكتور تجميل، كنت هتبقى ايه؟ انا ما شفتش نفسي قبل كده من ساعه ما انا قبل ما اتخرج لحد النهارده، ما شفتش نفسي غير جراح، سواء كان جراح تجميل، ودي كانت العشق الاولاني ليا. بس الجراحه العامه برضو ليها رونق وليها قدره تحمل. الجراح دائما هارد ووركر، لان هو بيشتغل ساعات كتيره في العمليات، واقف كتير. فانا من الناس الهايبر اكتف شويه، فما كانش ينفع ابقى انا في حاجه هاديه ديسك دكتور، فما كنتش اعرف اعمل كده. فكان لازم ابقى جراح باي صوره كانت، فكنت هبقى جراح برضه. طيب سمعت ان حضرتك بترسم، هل دي هوايه ولا ممكن تبقى رسام؟ انا تقريبا انا ما برسمش غير وشوش. ممكن تبقى وشوش بني ادمين، ممكن تبقى خيل، ممكن تبقى حاجه تانية، لكن ما بعرفش اعمل هيكله كامله لصوره. فهو دائما بتبقى وشوش، وده يمكن عشان انا بحب الشغل بتاع التجميل اكتر منه اي حاجه تانية. هل فعلا في ناس بتجيلك بصوره فلتر يقول لك انا عايز زي دي؟ طول الوقت، وخصوصا لو بتتكلم على صوره مش صورتها. الناس كلها على فكره عارفه ان الصوره اللي هي شايفاها او اللي هي جايباها هي فلتر، بس هي بتدوس على قدراتك كلها، اللي هو طب نقدر نعمل زي كده، طب ما هو ده فلتر. لو الجسم او الوش عنده قدره ان احنا نقدر نوصله لنسبه 70 اب تو 80% بالاوفيس وركس بتاعتنا او بشغل العمليات لحد 90%، نقدر نوصل لنتيجه مقاربه ولو بنسبه 10% اقل او 15% اقل. لكن لو ما عنديش البوني ستراكشر، ما عنديش نوعيه الجلد اللي تخليني ادي الكلام ده، مش هعرف اوصل لاكتر من 60% 70%. قدرات طبيه ملهاش دعوه بالقدرات الطبيه، ليها دعوه بقدرات المريضه نفسها. في فرق بين نظره دكتور التجميل ونظره الشخص العادي؟ طبعا، بلا جدال بلا جدال. اولا دكتور التجميل ما بيشوفش الناس، دكتور التجميل بيشوف الاخطاء، بيشوف المشكله. فبالتالي موضوع النظره بتاعت الانسان العادي عننا احنا، لا، الموضوع مختلف خالص. احنا وظيفتنا ان احنا نشوف الخلل فين. تعمل ايه لما حد يطلب من حضرتك تغيير مش مناسب تماما لشكله؟ هل بتوافقه ولا بتوافقه؟ بص، انا عاده برفض، لاني الطبيعي بتاعي ان انا وظيفتي هو الاصلاح قبل ما هو الاستاتيك. فلو انا شايف ان اللي جاي ده او اللي هيتعمل ده مش هيؤدي الى اصلاح، بل في المدى القريب او البعيد هيؤدي الى تشوه، فما بعملوش. تحب توجه نصيحه للناس يا دكتور؟ والله يعني لو احنا بنتكلم جوه القناه فخليهم معانا، هيشوفوا حاجات كويسه قوي. لكن نصيحه عامه للناس، والله انا ببقى دايما محتاج النصيحه من الناس كلها عندها يعني دايما افكار جميله جدا، فانا بحتاج انا النصيحه مش العكس. خليكم معانا دايما في مش بس طب، نشوف اللي جاي ان شاء الله.